السلام عليكم يا اغلى الغوالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. اليوم على جناح السرعه جبت لكم هذا الكاناش بدون كريمه سائله، ناجح مليار بالمئه. تقدروا ديروا منه كميات كبيره وديروا به حتى الطلبيات، راح يكون ناجح يعني ما شاء الله. هذه الوصفه يعني هدي تجيبوا ورقه وستيلو اكتبوها عندكم، وكل ما تحبوا ديروا الكاناش بدون كريمه سائله اخدموا غير هذه الوصفه. كنت درت لكم هذه الاشكال العشوائيه برك باش تشوفوا باللي هذاك المنقار هذاك يبقى واقف ما يطيحش لأطول مدة، يعني نهائيا ما راحش تخسر معاكم ولا ما يخسروش معاكم لي غوزاس اللي راح ديروهم فوق الحلويات. دونك نقولوا قولوا بسم الله وعلى بركة الله، ما تنساوليش جام وكومونتير حلو كيما نتوما، ويلا معايا تشوفوا الوصفة وطريقة التحضير. اول حاجة البنات راح نجيبوا 40 غرام تاع مارغرين تكون طرية، راح نجيبوا لها 75 غرام تاع شوكولا اتارتيني. هنا شوكولا اتارتيني النوع اللي حبيتوه هكذا خياتي. ومن بعد راح نزيد نجيب لها 65 غرام، يعني حفظوا برك ولا كتبوا المقادير، 65 غرام تاع شوكولا حبيبات سوداء اكيد، يعني باش تحكم لنا الكاناش تاعنا. هذا الكاناش ما راهوش كاناش مونتي، هذا الكاناش راح يكون يعني برك نخلطوه غير بشويه بالمغرفه، نحطوه في اون بوشادوي وراح يعني نديروا به دي غوزاس، نبوشيو به دي غوزاس، يعني راح يخرجوا ما شاء الله. دونك الغراماج راح نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف هكا باش ما تنساوش. دونك هذه الوصفه راح نحطوها على حمام مائي، ولا هاد المكونات نحطوهم على حمام مائي، راح نخلطوا تدريجيا حتى نتحصلوا على كريمه. بهذه الطريقه البنات هنا الكاناش تاعنا راهو واجد. واش راح نديروا له؟ نخلوه على جنب، نحطوه في مكان بارد، كسوسوا في فناء البيت ولا في اي بلاصه تكون بارده. واذا كنتوا في زمان الصيف وحبيتوا تسيو هذا الكاناش خلوه في الثلاجه، هذا مكان. دونك البنات من بعد خليته برا حوالي نص ساعه هكا، كانت الحاله بارده مع العشيه. صبتو كي شغل حكم روحو، خلطوه برك بشويه مغرفه قسمه عاود طلق روحو، هذا مكان. كيما تقدروا ديروه في ميكرووند يعاود برك يعني يذوب معكم شويه، هذا مكان باش تتحصلوا على هذا القوام. وكنت هنا ندير لكم في اشكال عشوائيه، يعني كنت غير ندير برك ليسونسيال تشوفوا لا فورم تاع لي غوزاس باللي ما يطيحوش. وكما شفتوا في اول لا فيديو حبيت نتعمد نوري لكم هذيك اللقطه كي نقلب بالطبسي ما يصرالو والو، يعني ما راهوش حاجه ما تصلحش ولا حاجه ما تشدش روحها، ولا بالعكس زينوا به الحلويات نتاعكم وانتوما امهنيين. تقدروا ديروا تحشوا به حتى لي كيك تاعكم ولا ديروه في لي صابلي تاعكم. دونك هذا هو البنات الكاناش تاعي، شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله. دونك حتى هذاك المنقار ما راحش يطيح نهائيا، راح يبقى واقف، يعني الوصفه راهي ناجحه مليار بالمئه. نتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا العيد، خلوا لي كومونتير حلو، ديروا لي جام وخلوا لي رايكم اكيد على الوصفه. ونقول لكم هنا لحقنا الى نهايه الفيديو. دونك في اخر لا فيديو راح نوري لكم وين كذلك زينت به الحلوه تاعي، كنت ديجا شاركتكم الوصفه. ونقول لكم الملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. انا اخياتي هذه الحلوه اللي كنت زينتها بهذا الكاناش بالذات. دونك نقول لكم البنات لحقنا الى نهايه لا فيديو، نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم مع السلامه. سلام سلام وصحة فطوركم ورمضان كريم للجميع.